تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض صينية سمك بتتبيلة رهيبة جدا. طعمه كده زي العسل، ما يتوصفش إلا لما تعمليه بنفس طريقتي وتتبيلتي وتشوفي الحلاوة والطعم. بسم الله ما شاء الله. صينية مشبعة جدا، مفيدة جدا، طعمها عسل، تغيير طبعا عن المقلي وعن المشوي، وصحي جدا، وحاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله زي السكر. ومسوياها على عين البوتاجاز من فوق، الأنبوبة بتاعتي شطبت. ما تقفيش على حاجة، هي بتخش الفرن تبقى أحلى من كده، لكن أنا بوتاجازي كان شطب بس عملتها يعني على البوتاجاز من فوق. جنبها بقى شوية جرجير كده، جنبها شوية سلطة، حاجة كده عسل خالص. ايه ده؟ او انت خرجتي من السمك دخلتي على الحوض؟ ما انا هقول لكم بقى، جايه لكم اهو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش اللي انت تشتركي لي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد. وده اول مره تشوفوا ايدي في قلب الحوض وانا بغسل مواعين. حبيت اللي انا اعمل معاكم الطبقين البساط دول والكوبايتين البساط دول، ونصلي كده على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وكنت زهقانة والله ومخنوقة من الوضع اللي احنا فيه، اللي كلنا طبعا عارفين. وربنا يا رب يفك كرب اهل فلسطين واهل غزة ويصبرهم ويثبتهم عن اللي هم فيه، على اللي هم فيه. آه، حاجة كده يعني. الله يصبرنا احنا كمان، لان احنا نفسيتنا بتتعب جدا. انا ما ببطلش عياط، ما ببطلش فرجة ولا ببطلش عياط. حاسة يعني اهالينا ربنا يحنن عليهم قلب العرب يا رب. وربنا منتقم وقادر على اليهود يا رب، قادر تنسفهم من على الأرض نسف يا رب. يا جماعة اللي سامعني يأمن ورايا، لعل ربنا يستجيب من حد واحد من الملايين دي كلها، وربنا ينصر الإسلام وينصر المسلمين، ويعز الإسلام ويعز المسلمين والعرب أجمعين، مسلم ومسيحي، على اليهود. اللهم آمين يا رب العالمين. شطبت الحوض معاكم، كان فيه مواعين بسيطة جدا. شطبته قبل ما انضف السمك. لازم قبل ما تعملي اكلك تظبطي الدنيا حواليكي وتفضي كده حوضك وتظبطي حالك في المطبخ علشان تبقي واقفة رايقة، وتقريبا كده تبقى النفسية الحمد لله. انا حبيت اوريكم بس المقطع ده معايا لاني كنت مخنوقة وحابة اتكلم، وحاسة لو بيسمعني 2 3 10 صوتي هيوصل لحد، حد هيأمن هيرد ورايا. فالحمد لله على كل حال. انا معايا كده سمك الماكريلا، هفتحه معاكم سنجاري. حبيت اوريكم طريقة التنظيف وفي نفس الوقت توفري الجنيه بيتك ابدا بيه. فيها ايه لما اجيب السمك واقف استغفر ربنا سبحانه وتعالى وسبح ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي لو قدامك 10 كيلو هيخلصوا في لمح البصر. لمح البصر هيخلص. كتر الاستغفار، كتر الحوقلة، كتر التسبيح بيخلي النفسية هادية. بيخليكي تقدري على اي حاجة تخلصيها في ايديك بسرعة. والجنيه انت ابدا بيه، مش هقولك 5 ولا 10. انتوا عارفين احنا الظروف الحمد لله رب العالمين. ما تقوليش مش هيفرق الجنيه، لا، جنيه على جنيه هيبقوا 100، هيجيبوا طاقة سمك زي دي. الحمد لله رب العالمين. بفتحه كده من الظهر، تفتحي السنجاري من الظهر. طب في ناس بتفتحه من البطن عادي خالص، انا فتحت واحدة من البطن كان ظهرها مقطوع كده، فروحت فتحها من البطن. لكن الظهر السمكة بتبقى ماسكة نفسها، وبتبقى يعني شكلا. وطبعا ده الاصل، السنجاري بيتفتح من الظهر. هتبتدي بقى اللي انت لما تفتحيه كده وتشيلي الاحشاء اللي جواه، هتلاقي طبعا في طبقة سمار لانه بيبقى مجمد يعني مستورد، بس فيه كمية فيتامينات للجسم لا تعد ولا تحصى. فده افيد كتير من انواع سمك كتير.
فده ضروري تجيبيه لولادك لانه مفيد فعلا وفيه فيتامينات كتير. بعد ما فتحته كده انا هفتح معاكم سمكتين وهنضفهم، والباقي هكمله عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. وتروحي نقعيه في شويه ملح وتعصري ليمونه وتسيبيه لمده 5 دقايق 10 دقايق. في ناس بتقولي انا بحط خل، لا يا حبيبه قلبي، الخل مع السمك يهريه ويظهر الزفاره. الملح والليمون انسب حاجه لغسيل السمك. اهي بوريكم برضو التانية. والفرشة دي موجودة طبعا عند كل مستلزمات بتاعت الحاجات اللي هي ام 15 وام 25، فهتلاقيها. انا كنت جايبة التلاتة ب15 جنيه. استعمالاتهم كتيرة وحلوين جدا، تستخدميها في حاجات كتير. تخصصي بقى كل واحدة الحاجة. انا مخصصة اللي لونها لبني دي للسمك، بعمل بيها السمك. مخصصة برضو واحدة للخضار، ومخصصة واحدة لأي حاجة بعملها في المطبخ وبحب أنضف بيها يعني. لو حابين أعمل لكم روتين في المطبخ، حابين نعمل ترتيبات برضو في المطبخ وحاجات، برضو اكتبولي، وإن شاء الله بإذن الله هحاول ان أنا أعمل معاكم. دي أول مرة أعمل فيديو على فكرة كده. فبتشجع بيكم، وإن شاء الله القناة تكبر بإذن الله، بيكم بإذن الله وليكم، ونستفاد كلنا ونتعلم من بعضينا إن شاء الله. بعد ما نضفت كده السمك وغسلته زي ما أنا قلت لكم وحطيته في المصفى يتصفى، تعالي بقى للتتبيلة الجميلة دي. تتبيلة السمك اللي ملهاش حل، اللي لو عملتيها مش هتبطلي بعد كده تعملي السمك إلا بالتتبيلة الرهيبة دي. معانا بصلتين كده قطعناهم حلقان، ومعانا كمان طماطم متقطعة وفلفل ألوان وليمون، ومعايا في الهون توم دقاب بفلفل أخضر كمون ملح فلفل أسمر كزبرة. كل الحاجات دي والمقادير والتوابل بكتبها لكم في صندوق الوصف، لكن كل ما بنزل فيديو بنسى اقول يا جماعة انا كاتبالكم كل حاجة في صندوق الوصف. فسامحوني واعذروني ان اول مرة الفيديو النهاردة يطول. حبيت اتكلم معاكم شوية زي ما قلت لكم. الفضفضة بالذات مع ناس تحبيها بتريح. فكل حاجة انا حبايبي كاتبها لكم في الصندوق، هتلاقي كل حاجة في الصندوق. تمام. حطيت بقى التوم بتاعي على البصل وبعصر عليه الليمون اهو. لو انتي عصرة الليمون دي في السكينة ما تجربهاش زي على السن، جربيها على الظهر، بس دي افضل طريقة لعصر الليمون. انا عشان واخدة يعني ايدي واخدة على كده عادي يعني بالنسبة لي، رغم ان السكينة حامية، بس الحمد لله ربنا بيستر. والخبرة بتبقى في كل واحد بيبقى خبير وشاطر في مهنته. فدي بالنسبة لنا المطبخ بتاعنا ده مهنة، فاحنا لازم نبقى شطار فيها. قلبت كده كل التوابل مع البصل. بعد ما قلبت الثوم والبصل والتوابل مع بعض وعصرت الليمون، هنزل الفلفل الالوان وكمان معلقه من الخل. طب انتي بتحطي خل اهو، انا بحط خل معلقه على التتبيله، لكن مش بنقع بيها السمك، في فرق. وحطيت كمان شويه زيت، برضو تجيب السمك حسب الكميه اللي تناسبك، تعملي تتبيلتك حسب الكميه اللي تناسبك. طب انت مكتره ليه الطماطم؟ احنا بنحب الطماطم كتير في صينيه السمك دي الصياديه. انت بتسيبي السمك وبتغمسي التتبيله دي، والا بقى متغمسي بيها مع السمك كده في اللقمه. اللهم صل على حضره النبي. طعمه يا ولاد طعامه. هتبتدي بعد ما تقلبي تقسمي الخليط بتاعك وتفرديها. وبعد ما تفردي كده الخليط بتاعك، هتجيبي السمك برضو وهتفرديه عليه. انا المفروض الصينيه دي كانت تخش الفرن، الانبوبه عندي شطبت، فحاولت ان انا اهز في الانبوبه شمال ويمين لحد ما سويتها، بس كانت طالعه زي العسل. يعني اللي اقدر اقولهولك ايدك ما تقفش على حاجه اهو. الحمد لله ربنا سترها والانبوبه سوت لي الصينيه.
بس ما بتدخلها الفرن بتدي ايه لون كده وشكل، طبعا محمر كده من فوق، فبتبقى حلوة قوي. بس الحمد لله، حبيت برضو اللي انا اوريها لكم وهي مستوية من على البوتاجاز فوق. فردت السمك، هنزل بقية التتبيلة على وش السمك، هنزل بقية التتبيلة على وش السمك كده من فوق. وبعد ما هفرد التتبيلة على الوش من فوق هحطها في الفرن. طبعا زي ما قلت لكم الفرن انبوبة شطة، تحطيها على عين البوتاجاز من فوق، وكمان غطيها كده بغطا او بورق ألمونيوم، هتطلع معاكي زي العسل. وطولت عليكم الفيديو واتكلمت كتير، بس سامحوني. ما تنسيش تحطي اللايك قبل ما تخرجي من الفيديو، وتشتركي في القناة، وتكتبي لي كومنت حلو منك تشجعيني بيه. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. وبعد ما نشطب الصينية هقول لكم مع السلامة. شايفين تتبيلة بجد رهيبة، جربيها وان شاء الله هتدعيلي، وهتكتبي لي في كومنت اللي انت جربتيها. احلى صينية سمك تقدري اللي انت تعمليها. اهو في الاخر خالص بقى فاض معايا شوية كده من الخلطة، حطيت عليهم شوية زيت وشوية خل وشوية ملح مبهر كده، وهبتدي نحطها في الفرن او على البوتاجاز. ومع السلامة.